الميليشياوي، الرجل الإيراني، الرجل الميليشياوي الذي اقتحم سفارة السويد في العراق وأضرم النار بها، هذا هو الميليشياوي. مقتدى الصدر مكانه فقط لمسح الأحذية. خلينا نتكلم. العنف ضد المرأة بالإسلام وهو أمر مقبول بحسب تعاليم القرآن والأحاديث الإسلامية. لذلك سوف أتكلم لكم اليوم عن المرأة المسلمة المضطهدة من قبل القرآن والأحاديث الإسلامية، وكمية العنف الكبيرة ضد المرأة بالإسلام، والأدلة سوف تكون من القرآن والسنة الإسلامية. هنالك سؤال: هل يسمح بضرب المرأة بالإسلام بحسب القرآن؟ الجواب نعم، لأن القرآن يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، سورة النساء 34. هذا يعني بحسب الآية القرآنية كلمة نشوز تعني المرأة الناشز بحسب القرآن، أي أن المرأة التي ليس لديها استقلالية بشخصيتها. يقول عنها القرآن ناشز أي منحرفة وغير مهذبة، ويقال الناشز بالإسلام التي تمنع القدوم إلى الفراش زوجها لتمارس معه العلاقة الحميمة. تكبير! أن واجب المرأة أن تطيع الرجل وتخضع له، ويقول القرآن: واضربوهن، أي على الرجل ضرب المرأة ضرب مبرح من أجل تأديبها لكي تخضع لزوجها والشريعة الإسلامية. يقول القرآن أيضا: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء 34. وهذا يعني أن الرجل هو السيد والحاكم على المرأة، يؤدبها ويضربها. لذلك لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة بالإسلام، لأن القرآن يقول: وللرجال عليهن درجات، سورة البقرة 228. لهذا يعتبر الإسلام المرأة عقلها أقل من عقل الرجل، ومحمد يعتبر النساء ناقصات عقل ودين بحسب الحديث التاريخي لمحمد. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم، قال: يا معشر النساء تصدقنا فإنكن أكثر من أهل النار. فقالوا: في المرأة منهم، ولم ذلك يا رسول الله؟ قالت: لكثرة لعنكن، يعني وكفركن العشير. قال: وما رأيتم الناقصات عقل ودين واغلب لذوي منهن الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهم: وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، ونقصان الدين هي الحيضة. طيب، هذا الحديث موجود بصحيح الترمذي والألباني انه ايضا صحح الراوي ابو هريره، رقم الحديث 2613، الحديث صحيح. خلي علقة والعب طوبة بالقرآن. خلي شو اسمه علقة سماعتك، خلي سماعتك علقة، روح قبالي. تفرجوا شوف شلون نلعب طوبة بالقرآن، كتاب الإرهاب. تفرجوا. قابلني. يوت الاسباريس يوت الاسباريا الله انت فكر وين ليه تبدا هاي يلا القرآن شو خليها علقة سماعة، خليها علقة. Vi vill förbjuda den här Koranen. Den är våld, kidnappning finns i den. Den är våld mot kvinnor, våld som inte tror på Muhammed. Om vi inte tror på Muhammed, det står i Koranen, de måste skära min hals. Tror du att de kommer att skita dig hela tiden? Nej till Koranen och jag till Sveriges underlagen. Nej till Koranen. Den här Koranen, det står våld. De kan liksom... Det står i Koranen, om någon har gjort en snatteri, de måste liksom kapa eller skära liksom benen och pusha dem. Det här emot svenska underlag.
سلوان انطيني اريد احكي. هاك صورني. صورني زين. المطر هلكني. المطر هلكني انا. مساء الخير للجميع. حبايبي المسلمين، اتمنى تكونون بخير دائما. انا اتمنى ان تكونون دائما بخير لانني احبكم. ما اثار حفيظتي وجئت الى هنا لاتظاهر هو ان ما اثار حفيظتي هو ان 57 دولة اسلامية اجتمعت بسبب سلوان موميكا حرق القرآن، ولكن 57 دولة اسلامية لم نسمع صوتها حينما تم قتل المسيحيين وسبي نساء الأيزيديات وتهجير الصابئة وقتل اليهود. أين كانت هذه 57 الدولة التي اجتمعت بسبب حرق الورق؟ أين كانت 57 دولة إسلامية حينما تم بيع الأيزيديات في سوق النخاسة؟ عار على الحكومة العراقية، عار على الحكومة العراقية، حكومة القتلة والميليشيات. عار وألف عار على الحكومة العراقية، الحكومة التي تلاحق الملحدين، الحكومة التي تطارد وتهجر المسيحيين، الحكومة التي تقتل وتصادر حقوق الأيزيديين، الحكومة يلي تقتل اليهود، والحكومة يلي تلاحق كل من ليس مسلم. عار على الحكومة العراقية. أنا سلوان موميكا سمعت أنكم صدرتم مذكرة قبض دولية بحقي، لذلك اضطررت أن آتي أمام سفارة باحة إيران الخلفية وليس سفارة العراقية، سفارة باحة إيران الخلفية، وأوصل لكم رسالة وأقول ها أنا ذا هنا، أنا أقف أمامكم كما وصفكم عبد الله القصيمي المفكر السعودي: العرب ظاهرة صوتية، العرب ظاهرة صوتية. أريد أن أسمع نباحا، مزيد من النباح. لذلك أريد أن أوجه أيضا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأقول: يا مجلس حقوق الإنسان الموقر، أين كنت حينما تم قتل المسيحيين في العراق وسوريا ومصر ويتم كل يوم ذلك؟ أين كنتم حينما تم سبي الأيزيديات وهناك 4000 امرأة يزيدية بيعت في سوق النخاسة من قبل المسلمين؟ لا نعلم للآن أين هم. لذلك الأجدر بالحكومة العراقية أن تبحث عن الأيزيديات. 4000 أيزيدية لا نعرف أين هي، تم بيعها تحت راية الله أكبر، تم سبيهم ونكاحهم تحت راية الله أكبر، تحت هذه الراية التي رددها داعش والقاعدة وبوكو حرام وجبهة النصرة. الكل يردد هذه الراية. لذلك أنا مستمر في مسيرتي لحين أن يتم حظر هذا الكتاب الإرهابي، لحين أن يتم حذف آيات القتل من هذا الكتاب الذي هو تحت قدمي الآن. مستمر. أنا لا أعادي المسلمين، أنا أحب المسلمين، ولكن أحارب الفكر الإسلامي. أنا أريد أن أحافظ على هذا البلد يلي حفظ لي كرامتي، هذا البلد يلي قدم لي كل شيء، سلب مني وطني. نعم، سأستمر بالمظاهرة، سأستمر لحين أن يتم حظر القرآن تماما، وسأترجم القرآن إلى اللغة السويدية بالطريقة الصحيحة.
وأترجم سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعون جزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا أريد أن أترجم آية أخرى للسويديين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني أنا أحارب الله ورسوله، أنا ملحد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم. يا سويديين شوفوا سنيل بالقرآن، واو واو. لذلك أنا مستمر، مهما حاولتم أن تخفون حقيقة القرآن على السويديين، أنا سأكشف الحقيقة القرآن لجميع الأوروبيين، لجميع الأوروبيين. أنا أيضا أريد أن أوضح: أنا لا أمثل أحد، أنا ملحد، لست مسيحي كما اتهمتني بعض وسائل الإعلام. أنا ملحد، لا أؤمن بأي دين. أنا أحارب الفكر الإسلامي وأحب المسلمين من دون إسلام. أنا أحب المسلمين من دون إسلام. نقطة رأس السطر، نقطة رأس السطر. والأجدر بالحكومة العراقية أن لا تصدر مذكرة قبض على سلوان موميكا لأنه فضح دينها أو فضح جرائم الحكومة. الأجدر بها أن تلاحق سراق وقتلت الشعب العراقي، قتلت متظاهري تشرين، قتلت كل من يرفع صوته بحرية ضد الحكومة والدين. يفترض أن تلاحق الصدر الملطخ يديه بدماء العراقيين. يفترض أن تتبع ميليشياتها التي تقتل العراقيين. نعم، الحكومة ملطخة يدها بدماء العراقيين. سأستمر بمظاهرتي حتى تقتلوني، سأستمر إلى آخر أنفاسي. سأطالب بحقوق الأيزيدية والمسيحيين واليهود والصابئة والملحدين. سأطالب بحقوق كل إنسان مظلوم. أينما وجد ظلم أو إنسان مظلوم أنا سأكون صوته أينما كان، أينما كان أنا صوته، لا أخاف منكم. تفضل احكي. Via le muslimer.